والصدفة هي اللي غيرت كل حاجة في حياتي. عايز تعرف؟ تابع الحلقة للآخر. احنا النهارده مش هستخدم المقلمة ولا هستخدم السكتش. وانا جاية ليه النهارده؟ انا جاية النهارده عشان اتكلم في اكتر حاجة كنت نفسي اتكلم فيها من زمان قوي، وانتوا عارفين ان انا بحب قوي الحكايات. انا الصدفة فعلا هي اللي غيرت كل مجرى حياتي، غيرت مستقبلي، غيرت كل حاجة، غيرت اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي هي كانت سبب في تغيير كل حاجة في حياتي. هبتدي معاكم بقى، نرجع كده بالشريط لورا بأول حاجة خالص. أول صدفة في حياتي وهي الكلية. هتقولي يعني ايه كلية؟ انت متعرفيش يعني ايه ان في فنون جميلة وفنون تطبيقية وتربية فنية؟ لا، ما كنتش عارفة. طيب عرفت ازاي؟ كنت في ثانوية عامة في تالتة ثانوي، كنت خارجة من درس علم النفس. فبنت كانت معايا في الدرس فبتقولي انا عايزة اروح سنتر تاني في المعادي، بس انا مش عارفة اروحه ازاي. قلت لها لا انا عارفة، انا ممكن اوصلك. ملحوظة صغننة، انا كانت ماما بتقولي ما ينفعش تروحي توصلي حد او تكلمي مع حد ما تعرفوش عشان ممكن يختارك. وليه بقى؟ ايه السبب في الموضوع ده؟ ده بقى قصة تانية وفيديو جديد خالص، هبقى احكي لكم بعد كده ان شاء الله. انا عندي حاجات كتير قوي زي ما بقول لكم. المهم فرحت وصلتها للسنتر ده علشان تاخد الدرس بتاعها. الصدفة ان هي كانت علمي رياضة وانا كنت ادبي، فاحنا ماشيين بوصلها بندردش كده مع بعض، انا لا اعرفها ولا هي تعرفني ولا حتى اصلا ستيل دلوقتي انا مش فاكره اسمها. المهم فبتقولي انت نفسك تدخلي كليه ايه وايه حلمك ومش عارفه ايه. قلت لها والله انا كان نفسي ادخل فنون تطبيقيه، بس انا ادبي، فخلاص كده يعني ما عنديش امل ان انا ادخلها او كده يعني. بس لو كده ممكن، انا بحب التاريخ قوي، بس انا ممكن ادخل كليه اثار وبس كده عشان سياحه وفيها سفر ومش عارفه ايه، فده حلم التاني. قالت لي ازاي يعني؟ على فكره في كليه من ادبي تدخلي فيها فنون وكده. قالت لي في حاجه اسمها فنون جميله. قلت لها ايه؟ مفيش كده طبعا. قعدت اقاوح فيها، لا مش عارفه ايه. طب خلاص انت مش مصدقاني، انا هديكي سندنا. بصوا بقى وقفنا في الشارع على عربيه مركونه، طلعت الكشكول بتاعها، طب خليتني اطلع الكشكول بتاعي وقالت لي خدي اكتبي الرقم ده وكلميه والحقي شوفي امتحان القدرات. انا مش فاهمه ده، هي بتضحك عليا؟ طب ما ادتني رقم بجد ومش عارفه ايه. روحت البيت بعد ما وصلتها بحكي لماما، ماما حصل معايا كذا كذا كذا. قالت طب جربي كلمي الرقم شوفي. الو حضرتك، انا حتى مش فاكره اسمه يا جماعه على فكره. انا كنت محتاجه اخد كورس قدرات عشان فنون جميله من ادبي. قال لي ايوه تعالي بسرعه عشان هو خلاص ده اخر اسبوع في امتحانات القدرات. تخيلين اخر اسبوع وبعد كده خلاص اتدرب على اكتر من حاجه. ازاي ارسم تمثال انا فاكره، وازاي ارسم موضوع لو مثلا عارفين 15 في 20 تصميم يعني، واخر حاجه اسئله ايه عامه. ده كان المفروض امتحان القدرات لفنون جميله. المهم خلاص انا رايحه، كان امتحاني يوم الاثنين. يوم الاحد في ناس قبلي راحت امتحنت. قالوا ده حضرتك بيزودوا حاجه جديده في امتحان القدرات وهو النحت. نحت ايه؟ طب انا هعرف منين؟ ده انا مش عارفه ايه. قعدت اعيط، انا مش عارفه اصلا، وحتى برسم انا موهوبه وكل حاجه بس مش هعرف ارسم تمثال زي اللي بيرسموا. في ناس قعدت تتدرب بقالها شهر من طينه اتدرب عليها ليله الامتحان. وقال لي كان في شكلين تقريبا، كان شكل بطه وشكل تاني برضو مش فاكراه، انا عندي الذاكره فيها مشكله شويه. المهم اتدربت، قال لي خدي شكل البطه ودي اسهل حاجه وبصي اعملي كده ومش عارفه ايه وروحي الامتحان. ورحت الامتحان. مين بقى كان معايا؟ بابايا ربنا يبارك في عمره. المهم خلصت امتحان القدرات ومعرفش انا هنجح فيه هسقط، مش عارفه، معرفش. انا رسمت كل حاجه بس ما انا شايفه غيري جنبي بقى في الامتحان بيرسموا تحفه وانا على الله حكايتي. المهم كملت بقى خلاص، بقى رجعت تاني لمذاكرتي الثانويه عامه وامتحاناتي خلاص قربت ومش عارفه ايه. قلت قررت انا ايه، لا انا هعمل استخاره. انتي مجنونه يا بنتي؟ انا ساعتها وقتها كان ثانويه عامه عندي على سنتين، وتاخدي بقى التوتال كله العام وتشوفي مجموعك هيجيب كام. فانا عملت استخاره، كل ما اقول لحد بقى انتي مجنونه، هو انتي عارفه اصلا هتجيبي مجموعه ولا لا؟ وانتي فاكره اصلا انك هتنجحي في امتحان القدرات؟ يا جماعه ان شاء الله هنجح، يعني ايه المشكله؟
المهم عملت استخاره ودعيت ربنا وانا بذاكر، قلت له يا رب انا عارفه ان انا ما اعرفش هتجيلي ما تجيليش، وده كان حلم انا كنت بحلم بيه من زمان، وانا ما اعرفش ان في حاجه من ادب، فيا رب لو فيها خير يسرها لي. وانا قاعده بذاكر جت سبحان الله النتيجه ظهرت. وعايزه اقول لكم انا لا كنت عارفه النتيجه هتطلع فين ولا عارفه اي حاجه، على الله حكايتي بقول لكم. بس لقيت واحده زميلتي كانت في ثانويه عامه، كلمتني قالت لي مايا انت نجحتي في امتحان القدرات. قلت لها ازاي؟ لا مستحيل. ايه؟ طب خلاص مش صدقاني هبعت لك ورقه تشوفي اسم. لقيت اسم مايا فتحي مش عارفه ايه، نجحت في امتحان القدرات. حمدت ربنا. قلت بس ساعتها ما كانش لسه نتيجه الثانويه العامه طلعت، جزء من الحلم اتحقق بس لسه الباقي مش عارفين. المهم طلعت نتيجه ثانويه عامه والكليات التنسيق بتاعها، والحمد لله دخلت فنون جميله. طيب هل القصه انتهت على كده؟ لا، لسه اللي جاي اكتر. لما قلت ان انا عايزه ادخل فنون جميله، بابا كان مشجعني وماما، واقول لكم ليه اتهاجمت بقى. ايه تدخلي فنون جميله؟ انت هتبقي مدرسه؟ ايه لا انت باباكي ومامتك هيصرفوا عليكي كتير جدا وعلى الفاضي وملهاش لازمه، وفي الاخر مدرسه وتقعدي في البيت. المهم لا ده حلمها ونفسها فيه ومش عارفه ايه. المفاجاه بقى لما دخلت فنون جميله، الحمد لله دخلتها وكل حاجه. فجأة بقى ايه بقى؟ ان ماما كانت حلمها اصلا تبقى مهندسة ديكور، بس ساعتها ما كانش يعني ايه ما كانش فيه التكنولوجيا عالية زي وقتنا، وانا وقتي برضو ما كانتش عالية قوي الا بعد الواحد بقى خلاص بقى مدرك التكنولوجيا ومش عارفة ايه. المهم ان كان حلمها، فتمنت ان هي تخلف، لما تخلف حد من ولادها يكون فنان او ليه علاقة بالحاجات اللي ليها علاقة بالالوان والرسم. سبحان الله ربنا حقق لها الامنية دي. فهي بص حاجه كده معقده يا جماعه. بقى الكليه انا بيتقال عليا ان انا موهوبه، كان بابا وماما يجيبوا سكتشات كتيره والوان كتيره وحاجات كتيره جدا كده، ويفضلوا يسيبوني كده يلاقوني برسم. ما بعملش حاجه غير ان انا برسم، انا بلعب العرايس بتاعتي. يا جماعه اول رسمه رسمتها او اول مشروع سلمته في الكليه جبت فيه 60 او 65. مقبول لا ضعيف. انتوا متخيلين الموهوبه بقى اللي انا بقولها لا انا جامده ومش عارفه، جبت مقبول. لا ضعيف يا جماعه. فقلت ايه الفشل اللي انا فيه ده، ولاقي كل اللي حواليا اللهم بارك حاجه كده. يعني اكتشفت بقى ان كانوا بيتدربوا من زمان، اللي مثلا باباه كان مهندس ديكور فبيساعده حوارات كتيره كده. انا على الله حكايتي بقول لكم. قلت لا طب انا لازم اوصل لحل. عملت ايه بقى؟ كنت بعمل حاجه ان انا برسم سكتشات. في كان ورق اسمه ورق جرايد كده، بقى انا قاعده ادرب نفسي ادرب. ما هو انا لازم ابقى شاطره، انا مش هبقى فاشله. انا عندي تحدي مع نفسي، انا لازم ابقى زي الشاطرين دول. هم واخدين خطوات متقدمه عني، بس لا انا هعافر وهحب. انا حياتي ماشيه بكده اصلا، ده مبدئي. انا من كتر ما انا كنت بذاكر وبجتهد الحمد لله طلعت من الاوائل في ثانوي. مش الاول ولا التاني، طلعت العاشر تقريبا. وكان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا بعد انا حتى بشهاده الدكاتره وشهاده زمايلي قالوا لي ميان انت اول ما دخلتي الكليه كنتي حاجه ودلوقتي بقيتي حاجه. ليه؟ ولكل مجتهد نصيب. دايما لما تتدرب كتير، طول ما انت نيتك صادقه، طول ما انت بتحاول وبتسعى، صدقني هتوصل. فرت الحمد لله، مرت السنين. طيب قبل ما اقول لكم مرت السنين كده، انا كنت متطوعه في رساله ومتطوعه في اماكن كتيره جدا. لما دخلت الكليه كنت بقى مبهوره بالفن وانطلقت بقى تعرفت على بنوته هي لغايه دلوقتي صاحبتي. بنبعد ونقرب بس لسه اصحاب الحمد لله. عرفتني على حاجه في الكليه اسمها خير فرسان. خير فرسان باينه من اسمها خير، ايتام بقى، دار مسنين، مستشفى بالريش، نرسم على الحيطان، نعلمهم، نقعد معاهم، نحكي كل الحاجات دي. وفعلا فضلت من اجازه اول سنه ليا في الكليه لغايه ما اتخرجت فضلت مع خير فرسان. وكانت سبب ان انا اوازن بين حاجتين، ان انا ارسم وابقى فنانه مبدعه واعيش حياتي، بس في نفس الوقت ما انساش ربنا واحمد ربنا على النعم اللي عندي واساعد اللي فيه الناس اللي حواليا. المهم لما بدا معايا الموضوع ده فضل بقى الموضوع يزيد عندي جوايا. انا الموضوع ده عندي من زمان بس بدا يزيد. يا رب اديني موهبه، اديني حاجه اعرف اساعد بيها غيري، ان انا اكون سبب في خير كتير.
ودايما بقول الجمله دي في كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، حتى لو طلعت في التلفزيون فيها افيد بيها غيري. ليه؟ كنت هموت بقى واشتغل، انا عايزه اشتغل. بابا دايما كان يقول لي لا مفيش شغل، حياتي صعبه وما عنديش وقت اصلا. استمتعي بوقتك. وادركت كلام ودفع كلام كان صح يا جماعه، استمتعوا على قد ما تقدروا. كنت في اخر سنه ليا الكروشيه، اتعلمته لوحدي، وعملت منتجات وبعت لاصحابي في الكليه وكانوا مشجعيني جدا. دخلت اوبن داي وبعت حاجات وكان رد فعل من الناس حلو جدا جدا، الحمد لله نجحت. وكنت مبسوطه قوي باول فلوس جات لي. كان اول حاجه بعتها كانت 350 جنيه يا جماعه، كان شال. كنت مبسوطه قوي. كانت لي واحده صاحبتي في الكليه، انا يا جماعه كنت بتكسف قوي. انا ما كانش عندي الجراءه ان انا اقعد قدام كاميرا كده واتكلم، سبحان مغير الاحوال طبعا. المهم قعدت تتحايل عليا، يا مان انت لازم تعملي بيج على الفيسبوك، تنزلي المنتجات بتاعتك دي وتصوريها، مش عايزاكي تصوري بيها، صوريها ونزلي. لا انا بتكسف. طب انا بقى كنت بتكسف قوي قوي، انا كده بقيت يعني نينجا بس. فالمهم فرحت قالت لي طيب بصي بقى، قالت لي خلاص اعملي جروب على الفيسبوك، ولو ما عملتوش يا مان النهارده اعرفي احنا علاقه صداقتنا انتهت. ده بجد، وايه كان هعمل لك بلوك. انتوا متخيلين؟ ده اللي حصل فعلا. رحت عملت الجروب، وحتى كنت عاملاه ليا انا وهي بس عشان ارضيه. قالت لي لا انت هتضيفي الناس ومش عارفه ايه. وفعلا بدات اضيف الناس، وكان رد الفعل الناس تسالني وحاجات تتباع وناس تطلب مني حاجات شبه حاجات. الحمد لله نجحت يعني. فكان في بدايه ان اخد جرأة لو بسيط. اول بقى طبيعة شغل بقى كانت اعمل فيديو كلاب لمغني، وارسم لوحات واحطها واعمل ديكور المكان. انا كنت على الله حكايتي، مش عارفه اعمل حاجه ومخضوضه وخايفه. ده ليه بقى قصه تانية، فيديو جديد لوحده يعني. بقول لكم حكايات كتير قوي. دي كانت تجربه تانية بقى. بدات ادور على شغل، مفيش حاجه بتجيلي، مش عارفه ايه. فكانت ماما تقول لي ايه، طب انزلي اشتغلي في مدرسه. لا مدرسه لا، انا مش هبقى مدرسه. انا ما بعرفش اتعامل مع اطفال، ما عنديش خلق ليهم اصلا. صاحبتي دايما بندردش فبتقول لي ده انا قاعده بدور، هي كانت تشتغلي، انا بدور مفيش حاجه بتجيلي ومش عارفه ايه. طب بصي انا عارفه حد، لو كده انا ازاي تنزلي في مدرسه وتعملي انترفيو. مش نزلت في مدرسه وكده، وقعدت فيها شويه. وعايزه اقول لكم نجحت فيها جدا، وخدت افضل مدرسه تقدر تتعامل مع الاطفال، سبحان مغير الاحوال. وكان دي نقطه تحول في حياتي فيما بعد هحكي لكم عليها. جت فترة قعدت في البيت، كل الناس تقريبا قعدت في البيت، وفي ناس اشتغلت من البيت، حاجات كتيرة كده. وهي 2020 وقت كورونا، دي كانت فترة صعبة جدا على كل الناس بصراحة. وانا من الناس اللي جاتلي كورونا عادي. انا من الناس اللي بتحب الحركة، وتحب تعرف حاجات جديدة، تزور اماكن، بحب اتعلم، بحب امتع عيني دايما. قلت لكم قبل كده فيديو قبل كده، قلت بقى دماغي بتاكلني. طب انا هفضل قاعده كده؟ طب حياتي هتنتهي؟ دماغي بقى قلت عامله كده. قلت لا انا لازم اعمل حاجه. معرفش ايه اللي جاب في دماغي وقتها، ايه اللي خلاني خدت القرار ده. عملت قناه اليوتيوب يا جماعه، وكانت نقله نوعيه لنفسي فوق التخيل. بدات اعمل رسومات وانزلها واسجل صوت عليه. عايزه اقول لكم انا ما كنتش بحب اسمع صوتي، ولو حد سمعته جنبي امشي بسرعه اقول لا اقعد اتخانق معاه، مش عايزه اسمع صوتي، ما بحبوش، حاسه ان صوتي وحش يعني. نجحت جدا، لقيت ردود فعل مش متخيلاها. انا وقفت بعدها لاسباب خاصه بيا، بس دلوقتي رجعت الحمد لله، ويا رب ربنا يثبتني وما اقفش تاني. متخيله رده الفعل من الناس كلها، ناس تعرفني وما تعرفنيش، وناس شجعتني وقالت لي يعني تحفه فظيعه اللي انت بتعمليه، اسلوبك حلو جدا في الشرح. وده سبب من الاسباب ان اداني الجرأه واداني الثقه في نفسي، وبقيت حابه ان انا بقى عندي هدف. انا عارفه انا بعمل ايه، انا ميان هي عارفه بتعمل ايه. وسبحان الله، ودي كانت الدعوه اللي كنت بدعيها دايما، يا رب اجعلني سبب للخير، اجعلني انا افيد الناس، اكون لما حد تقول اسمه الله يرحمه ده كان بيعمل كذا، بس العلم اللي انا بعمله بيتوارث مع ناس كتير باذن الله. مفيش حاجه بعيده عن ربنا. مبسوطه باللي انا وصلت له دلوقتي. هو مش حاجه كبيره ومش كل الناس تعرفني، بس ابسط الحاجات ان انا قادره افيد ناس حواليا، ناس حتى لو بسيطه ان شاء الله هيكبروا بعد كده باذن الله، واكون شخص مؤثر ان شاء الله ان شاء الله. واللي انا عايزه اختم بيه، الحلم اللي انت بتؤمن بيه من جواك، او اللي انت حاسس من جوه انه ان شاء الله هيحصل، صدقني هيحصل. طول ما انت مؤمن من جواك وعندك اليقين هتوصل، يعني هتوصل. دافع عن حلمك
واسعى ليه دايما عشان هتوصل. مهما كان اللي حواليك ضدك، مهما كان اللي بيكسرك واللي بيتنمر عليك واللي شايفك قليل، لو انت عندك اليقين من جوه هتوصل، يعني هتوصل. مبسوطه انا اتكلمت معاكم، وعارفه ان انا بغيب كتير قوي، ويلا نكمل حلقاتنا في كورساتنا في كل حرف ورسمه معلومه جديده، والعرايس اللي احنا بنرسمها. عايزاكم دايما مبسوطين.